ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا دلوقتي في المطبخ بمساعدة مين؟ الشيف سارة اللي هي أم وفاء، واقفة ايه في المطبخ، يعني منورة المكان ومنورة المطبخ. نور. ها؟ نور. لا بس نور المتابعين. نور المتابعين ماشي. يعني ايه معانا يا جماعة؟ احنا قلنا ايه؟ هنعمل ايه؟ اختراع كده، الهمبرجر. ماشي، البرجر اهو، القطعة بتاعته حلوة كبيرة وحلوة اهي. تمام؟ البرجر. وهتشوفوا معانا احنا ايه، مش عايزين نتكلم، احنا عايزين ايه، نشتغل على طول. تمام. احنا بس قلنا يعني يومنا الحلو كده، معرفش اللي ضاع ظبط ولا لا، استحملونا على وضعنا. حاولوا بقدر الامكان يعني حطوا القناة في حتة يعني انتوا تتمنوا تشوفوها بس، وحاسبكم بذوقكم. انا عارف انتوا ناس ذوق وناس محترمه، وعارف اللي عندكم ايه، وعارف اللي عند ربنا يعني كتير جدا. فان شاء الله كله خير، وان شاء الله نوصل اللي احنا عايزينه باذن ان الله. شاء الله يا رب. احنا بس نخش في التفاصيل، احنا هنعمل ايه. يلا بينا يا حلوين. يلا بينا. يلا بينا. احنا طبعا يا جماعه هنطلع اهو الهمبرجر اهو. امسكي كده. طب انا هصور ولا هعمل؟ يلا هنحط البرجر بيتقلي. تمام. وبعد كده القصة مش اختراع، يا بس احنا هنعمل ايه، البرجر مع الايه، مع البيض. مع البيض. معلش الدهن يا جماعة مش احسن حاجة، فاستحملونا. انا بقولها المرة التانية اهو، استحملونا. ان شاء الله يعني نكبر القناة، ونكبر ان شاء الله، ونكبر كل حاجة بيكم انتوا عيلتنا والله العظيم. ما كلام كده كاميرا ولا تزييف كلام، ولا لنا في اللف والدوران ولا الكلام ده خالص. احنا ناس بنتعامل بالفطرة، بنتعامل بما يرضي الله. طبعا ما توفاها هي يعني هي ايه، واخدة الكادر كده. فاحنا بنحاول على قدر الامكان يعني يعني هنعمل معاكم، هنقلي معاكم البرجر، وتشوفوا معانا. احنا حطينا دلوقتي البرجر اهو يتقلي، وبعد كده هتشوفوا احنا ايه الخطوات التانية. تمام. تمام. انا ما اعرفش بقى حد فيكم بقى ايه بيحب البرجر ولا لا. عشان البرجر هم اللي هيحضروا. طبعا دي يا جماعه الطاسه دي اللي هي ايه، طاسه الزيت. هي شكلها عشان يقول لك ايه وحشه ومش وحشه، والله العظيم الزيت لسه محطوط فيها جديد، وحاجه احنا اللي هناكل، احنا مش شغالين في مطعم يعني. تمام. ف وده مطبخنا المتواضع على قدنا. فان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير، وربنا يوسع على الناس جميعا يا رب. حد كده يقلبي كده كده. بس جايين احنا عايزين نعمل لقمه كده خفيفه، لقمه ظريفه، وحاجه كده على قد الايد. فيعني شجعونا، هفضل اقول شجعونا يا احسن ناس في الدنيا. انتوا الحاجه الوحيده اللي بنطلع منها من خلال اليوتيوب. انتوا كمتابعين او اصحاب قناه، احنا يعني والله العظيم اللي ضيوف في القناه، وانتوا اصحاب القناه والله العظيم ما تزيد. طبعا احنا سامعين الطرقعه بتاعت البرجر والريحه، يعني في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبوش. هو انا الصراحه يعني باكله، بس مش اللي هو من عشاقه يعني. تمام. هنعمل كمان جنبه البيض، نعمل قرص بيض ومع الجبن والطماطم والكلام زي كده، وهتشوفوا معانا اكله حلوه خفيفه وجميله زيكم كده، وهتشوفوا معانا ايه بقيه التفاصيل. ماشي يا حبايبنا، خليكم معانا طبعا مع الشيف اللي مدينا العالي بدل ما يظهر كده في الكادر. تعالي كده يعني نقول للناس اي حاجه كده، والناس عايزه تسمع صوتك كده ودلعلعي كده، دلعلعي كده اهو. انا طلعت من الكادر خالص اهو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ها شجعونا والله. بس ده اللي انت فاهماه دي يا جماعه، عشان تعرفوا ان دي لسه على قدها في اليوتيوب وتلميذه. فشجعونا لايك بس، هي ما تعرفش اكتر من كده. ها صح اهو. بس هي ده اخرها في اليوتيوب. ليه ما بعرف اعمل مقالب؟ ها بعرف اعمل مقالب. بتعرف تعملي مقالب؟ طيب شفتوا بقى اخرتها ايه؟ ماشي، انتوا السبب والله. ماشي، خليكم معانا. طبعا هننزل ايه، نعمل قرص بيض اهو. تمام.
الاكله دي يا جماعه كنت باكلها فين؟ في الجيش. الجيش. ها؟ ايوه انت لسه مفكرني بيها. كنت انا في الكانتين، وجيت انا فتره كنت انا بشتريها كده وانا عسكري. ف ولما كنت في قوة أساسية، لا أنا خلاص يعني دخلت الجيش وقوة أساسية خلصنا مركز تدريب، بقيت أنا مسكت الكانتين، عملت أنا بقى الأكلة يعني دي. دي الاختراع بتاعك يعني. مش اختراع ولا حاجة يعني، بس هو يعني احنا طبعا عندنا في فرح عقبال عندكم في الجيران هم شغالين الأغاني دلوقتي، فأتمنى بس من إدارة اليوتيوب يعني احنا الأغاني دي بره عننا يعني بعيد عننا والله بمسافة يعني. تمام. فهتشوفوا ايه الخطوة اللي بقى، احنا بنعمل قرص ونعمل قرص تاني، وهتشوفوا ايه الحاجة ديت لما نحطها كده كوكتيل على بعضه معانا طبعا الجبن. هتشوفوا القصة دي يا حبايبنا. طبعا يا جماعه اهو اللي انتوا شايفينه ده قرص البيض والتاني والبرجر اهو، ومعانا الجبن دي كله ليه كده يا موفاه؟ الموفاه ده فرطه في كل حاجه. ليه الجبن اهو. تمام. وطبعا ده يا جماعه اختراع. في عايز طماطم بقى ايه، تقطع لنا طماطم كده حلوه من ايديكي. ايوه كده يا ست الكل كده ايه تمام كده، الله ينور عليك. نقطع الطماطم اهو مع الجبن ومع بتاع كده والعيش، ولقمة حلوة كده يعني سريعة. كان في والله كنا باقي مكرونة من يوم، فاكرين لما كنا عاملين اللي هو المكرونة بالفراخ. فكان ناسيها كده. أسيل انا أسيل ما جت من استنتش. أسيل ما جت من المدرسة ما استنتش. فايه فقلنا ماشي خلاص أسيل سلكت اهي، واحنا ايه احنا كمان نسلك. يلا بينا. يلا بينا. دي سفرتنا الحلوة الجميلة اللي انتوا شفتوها معانا من أول، من البداية للنهاية. وده العيش بتاعنا أهو، أنا لسه جايب وأنا جاي وأنا راجع الشغل وكده. طب بالنسبه اللي ها؟ ما بياكلش البيض بيعمل ايه؟ ما كلش البيض ياكل همبرجر بس. طبعا يا جماعة العيش بتاعنا أهو، يعني أنا لسه جايبه إيه، لسه جاي من الفرن دلوقتي أهو. تمام. عملنا أهو زي المركب أهو الحلو ده، حلو كده معايا ولا إيه؟ فبنجيب ايه؟ الموضوع مش اختراع يعني. احنا هنجيب ايه؟ القرص البيض ده كده. معرفش بقى انتوا بتحبوا البيض ولا ايه؟ حط البيض هنا اهو كده. ينفع تاكل بيض؟ سريع كده. ناخد قرص البيض. ايه؟ هتاكل بيض؟ هتاكل بس شويه كده عشان لسه جاي من المدرسه. لا ما دلوقتي عشان اكل سخن. هتاكل بيض؟ مش مشكله انا بعملها عادي. طيب. ومع ايه يا جماعه ايه؟ مع قطعة البرجر زي ما انتوا شايفين كده. مع ايه؟ شوية ايه؟ لا الوسط احمدي، مع شوية الجبنة كده اهو على الوش اهو، مع حتة الطماطماية. هو دي الاختراع؟ ها؟ هو دي الاختراع اهو. حكى عليا تتريق عليا. شوف النبي يا جماعة اهو. على كده الاكل اللي إيه؟ انا بعملها احلى. ما انت اللي عاملاها وحد لا. عمله. لا معلش يعني مش مين؟ الفكره اللي انت قلت فكرة عليها ايه؟ دي. فكرة ايه؟ هو حد عمل الاكل غيرك انت اهو؟ واحد يعني انا بوفر عليكي مجهود، بوفر عليكي وقت. وسيل لسه جاي من بره والباب مزيق. وسيل انت اكلت يا سيل، ما تبصيش في اللقمه اللي احنا بناكلها يا سيل. يا سيل بتبص لي في اللقمه يا جماعه من بعيده، لو ينفع اجيبك كده بس انا مثبت الكاميرا. يا سيل تعالي كده صبحها على الناس او مسي على الناس كده وانا دلوقتي عامل اختراع بيض مع برجر. ف ازيك يا عليا بتكون بخير؟ ازيك عاملين ايه يا رب تكون اسيل بتاكل الكلام اكل 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 يعني. احنا بنسمي الله. ما تعملي طيب ليكي او لوفاء كده يعني، انت حاولي تشاركي معايا يعني، ما تقعديش ضيوف كده. انا بحس ان انا بصور الفيديو وانتوا طالعين معايا ضيوف. اعملي انا بشوف الاختراع اللي لا انت ما هو بتقول عليه ده. اهو لا يعني انت عايزين اجرب الاول. نسمي الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه ما وصلتش لقاع الاختراع، انا اكلت طماطم بس كده اللي جه في طريق الصراحه. عايزه
ما انت لازم تعمل كده ها؟ عشان الفكرة جاية من عندك، لازم تعمل شوفوا كده. التنمر، شوفوا التنمر يا ما جماعه تاكلش البيض. اهو. ما انا عشان شوفوا التنمر. ما تاكلش البيض. والله 10 على 10. ها الحمد لله نعم. جربوها كده. واحنا ممكن يعني انتوا ممكن تعملوا ايه؟ قبل ما تحطوا طماطم كده حطوا مثلا عندكم مثلا طاسه تيفال، تحطوا العيش فيها بس عشان خاطر الجبنه تسيح على الوش او جوه البتاع الساندوتش، هيكون عظمه. والعظمه لله طبعا. اعمل لي كده يا وفاء. امسكي كده يا سيدي. والله يا جماعه اقسم بالله حاجه تحفه بامانه. طالما انا اكلت من الحاجه ديت يبقى ايه يا سيدي؟ تبقى ايه؟ حلو. تبقى حلوه. لا والله. شو كده؟ هو الليمون المعصفر خلص؟ لا لسه. والله؟ لسه. عايز؟ هجيب؟ مش عايز اتعبك معايا الصراحه يعني. ليه عادي بتعمل ها؟ عادي. والله مش عايز اتعبك معايا الصراحه. والله يا جماعه دي يومنا وده حياتنا ودي طبيعتنا. راحتنا على الطبيعه بحلوها. يعني بص انا مش عارف اقول لكم ايه. هي دي الحياه اللي احنا بنعيشها وبنمر بيها في يومنا الطبيعي. والله العظيم ما بتصنع. هو يوم هي هتتغدى ايه؟ قلت لها ما انت في برجر في الثلاجه وفي جبنه وفي بيض وخير ربنا كتير، وانا هجيب عيش معايا ونسلك يومنا النهارده وبكره سيب بكره لبكره. يعني من اللي هيحصل ولا يا سيله؟ اسيل بقى ايه؟ خش كده يا سيله ظهري كده يا سيله، كل جاي عايز يسند ظهره. فالاسيل سلكت يا جماعه مع ان احنا والله لسه ماما فاهم مظبطه المكان ومش عارف انا ف احلى حاجه في عسل هي ايه؟ تسلك. اسيل سلكت. كان في شويه مكرونه ماما فاهم عينهم في الثلاجه عشان انا عارفه اسيل لما تيجي من المدرسه مش مش هتقاوم. الليمون المعصفر انا عزمت على الناس؟ لا نسيت. لا انت كل مره بتنسى. لا انا عزمت. لا ممكن انا ما خدتش بالي. عزمت انت مش مركزه. ما خدتش بالي. ايوه هم اهو. ايوه ده كان يومنا يا جماعه الحلو اللي زيكم ودي طبيعتنا. واسير جنبي هي شكلها هتاكل معانا تاني. تمام؟ مكسوفه ليه يا اسير؟ اسير نعم ايه؟ انا مش سمك المشاهير هيسمعونا ازاي؟ ما تنكسفيش كل عادي. فاحنا ان شاء الله انتظرونا فيديو قادم. معلش فوفو برضه لسه جايه من المدرسه فمامت وفاء رايحه جايه. فانتوا اللي حابين ندعو عليها باسمها طبعا اسمها ساره. عايز اقول ام وفاء ماشي انتوا عايزينه. فانت يلا اعملي لك انت، هي ما بتاكلش البيض فانت اعملي لك سندوتش كده ايه؟ برجر على جبنه على طماطم والحمد لله مع مخلل زي الفل كده. تمام؟ اعمل اسيل. ها؟ اسيل. طيب اشوفكم على خير يا جماعه. انتظرونا في فيديوهات قادمه وقولوا لهم لام وفاء واسيل وكده يعني شجعوهم ان هم يعني يكونوا مش عارف اقول ايه. اصل اقول لهم اتجرأوا شويه. بس. تمام؟ يلا نشوفكم على خير. مع السلامه. انتظرونا في فيديو اخر. السلام عليكم. مع اختراع جامد جدا. عارفين الاختراع؟ جامد جدا. يلا سلام عليكم.